ودلوقتي جه معاكم مع نسرين عكاشة وأشرف الزيات على راديو مصر 887 FM. راديو مصر لكل مصر. من يمكن أول يوم من ثورة 25 يناير، ولو أردنا فعلا الدقة فعلا تحديدا من خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك يوم 11 فبراير ولغاية دلوقتي، كانت مسألة عودة العلاقات المصرية الإيرانية كل شوية بتبرز وكل شوية بتظهر، شوية في شكل تصريحات رسمية، شوية في شكل تصريحات غير رسمية. ولكن لغاية يومنا ده سواء كانت المسائل بتطلع في تصريحات رسمية أو تصريحات غير رسمية، في مؤيدين بشدة وفي معارضين بشدة. وبتهيألي لو خدنا الرسم البياني، دايما المنطقة الوسط بيكون فيها المجموعة الأكبر اللي بتتفق تقريبا على حاجات كتير قوي. لكن في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها عن العلاقات المصرية الإيرانية، هنلاقي الطرفين بقى اللي هو المفروض الآراء الشاذة، لا الطرف ده هو اللي كتير قوي، والطرف ده برضو كتير قوي، مجموعتين متضادتين. هنتكلم معاكم النهاردة عن العلاقات المصرية الإيرانية، انتم شايفينها بأي شكل من الأشكال. منورنا طبعا في استوديو راديو مصر، وهنبدأ معاكم ومعاه حلقتنا النهاردة بعد التقرير المروري مباشرة عن العلاقات المصرية الإيرانية. منورنا الأستاذ مدحت الشريف، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، ويهمنا جدا تبعتوا لنا أسئلتكم لأستاذ مدحت. النهاردة هنتكلم في حاجات كتير جدا، معلومات ممكن تكون جديدة لأول مرة في الملف الخاص بالعلاقات المصرية الإيرانية. ورأيكم انتم ايه؟ هل الموضوع فعلا موضوع شائك؟ هل الموضوع مصر ممكن تستفيد منه بشكل واسع؟ هل ممكن العلاقات المصرية الإيرانية تضر بمصر بشكل برضه واسع؟ كل ده عايزين نعرفه منكم ونعرف انطباعاتكم عن موضوع العلاقات المصرية الإيرانية. كل آرائكم طبعا بناخدها من أي تليفون محمول على رقم 1700، كمان على الSMS 91170. هنخرج لتقرير مروري ونرجع معانا ومعاكم أستاذ مدحت الشريف، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية. انتم لسه مع أشرف الزيات ونسرين عكاشة وكلام وسط البلد. احنا معاكم النهاردة لغاية الساعة 6 ان شاء الله، بنتكلم معاكم عن العلاقات المصرية الامريكية. معاكم من على المكسر وليد السيد وانا اشرف الزيات لغاية الساعة 6. وعايز افكركم بكلمة الرئيس محمد مرسي في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز، اللي بدأها بالصلاة على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيت النبوة، وبعدين بالتردي على الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الكلام ده كان في إيران، والأمر ده طبعا كان ليه دلالته الكبيرة جدا في إيران في الوقت ده، وكمان صدى في العالم العربي خاصة في الدول الخليجية اللي كان معظمها بتطلع منها أصوات رافضة لعودة العلاقات أو للتقارب ما بين مصر وإيران. ولكن هل ده ممكن يطمن أي طرف بيعارض عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ قولوا لنا على SMS 91170 أو من أي تليفون محمول على 1700. برحب مرة تانية بالأستاذ مدحت الشريف، خبير العلاقات، خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في حلقتنا النهاردة. أهلا أستاذ مدحت. أهلا وسهلا بحضرتك. سؤالنا ليك أستاذ مدحت، هل مصر وإيران دلوقتي في وقت مثالي فعلا لإقامة علاقات طبيعية بينهم؟ وفي نفس الوقت هل لعودة ووجود علاقات قوية ما بين مصر وإيران أي أثر سلبي على العلاقات المصرية الخليجية أو العلاقات مثلا المصرية الأمريكية؟ هو سؤال حضرتك طبعا يعني ليه كذا شق في الإجابة، ولو هنقول على طول إن الوقت ملائم أو غير ملائم مباشرة، فده مش هيبقى واضح للسادة المستمعين. عشان كده احنا لازم نوضح ببعض النقاط الأساسية اللي نقول على أساسها هل الوقت ده ملائم أو لا، نوصل في النهاية لاستنتاج من المعلومات اللي ممكن نسردها دلوقتي والتحليل اللي احنا بنتكلم عنه.
اولا دلوقتي احنا كمصر عندنا مشكله في الوضع الاقتصادي، والوضع الاقتصادي بتاعنا من آثاره السلبية اللي موجودة على الشارع، اللي تدفع مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية إنها تبدأ في إيجاد مصادر تمويل واقتراض لعمل دفع الاقتصاد المصري، أو أملا في وجود دفع الاقتصاد المصري. الجزء الخاص بالعلاقات الدولية ومدى الاستفادة من العلاقات الدولية لسد الفجوة اللي موجودة عندنا في الميزانية بتاعت الدولة، والشكل العام اللي احنا بنتكلم عليه، الشكل العام اللي احنا بنتكلم عليه حاليا ان هناك عجز في الميزانية. الوضع الحالي بيخلينا نقول ان اصدقاء اليوم قد يكونوا اعداء الغد، واعداء اليوم قد يكونوا اصدقاء الغد. احنا لو هنلاحظ هنجد ان المؤسسة الرئاسة ابتدت تحط شكل جديد في العلاقات الدولية وتصيغها بشكل اخر مختلف تماما. كان لينا دول خليجية بتدعم الاقتصاد المصري ودعم قوي جدا، الدول دي ابتدت تسحب ايديها نتيجة ان مش متوافقة مع شكل التيار الاسلامي اللي اصبح بيحكم مصر. عندها خوف من تصدير الثورات الموجودة حاليا في دول الربيع العربي إلى دولها. ابتدى شكل من التصريحات خلينا أقول العدائية اللي بتصدر من بعض الدول الخليجية، وبالتالي كان بتصدر بعض التصريحات من مصر ضدها. فبالتالي بقى أصبح عندي مشكلة في إن كان في عندي بعض الدول الصديقة اللي بتمنح مصر الدعم الاقتصادي اللازم في وقت الأزمات تخلت عن مصر في هذا الوقت الحالي. كان هناك بعض الدول اللي في النظام السابق كان في مشاكل ما بينه وما بينها، زي قطر على سبيل المثال، والدول دي أصبحت بتدعم النظام الحاكم حاليا وبتمده بالتمويل اللازم، أو بقدر الاستطاعة جزء من التمويل عشان يحاول النظام الحالي أن يستمر وينجح في إدارته لشؤون البلاد، خاصة بعد الفترة اللي احنا أمضيناها منذ تولي الرئيس المنتخب حكم مصر. ففي فترة حصل فيها نوع من التردي في أسلوب الإدارة والتردي في الأحوال الاقتصادية. تمام. نفس القصة على مستوى الإقليمي اللي احنا بنتكلم عليه هتلاقي على المستوى الدولي. أمريكا كانت المفروض هتدعم مصر بأكتر من وعد في كثير من الأمور، تخفيض المديونية حوالي $1 مليار، كانت بتبحث انها تدعم مصر في اتفاقية التجارة الحرة، كانت بتبحث انها تدعم مصر في توسيع اتفاقية الكويز، كانت بتبحث انها تدعم مصر في بعض المنح المالية القوية، بل ان كان من المفترض ان تستمر المعونة العسكرية بدون اي معوقات في مؤسسات الحكم والمؤسسات التشريعية داخل امريكا. انما حصل كثير من المعوقات، صحيح هي ما نزلتش عن مستواها كثيرا ولكن لا زالت مستمرة. فبالتالي برضو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي لم يعني اللي عايز أقوله حتى الآن احنا شايفين انه ما اداش الدعم المقبول أو المطلوب لثورة ناشئة في دولة المفروض انها تبحث عن الديمقراطية، نتيجة نوع من التضارب في خلينا نقول الاتجاهات، وخوفا من التسيد الإسلامي ان مش قد يكون مش من مصلحته ان يبقى في استقرار اقتصادي في الوضع الحالي في مصر. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الوضع الإقليمي واللي أبرز ما فيه هي دول الخليج، وبتكلمنا عن الوضع الدولي واللي أبرز ما فيه هي الولايات المتحدة وأوروبا. فنجد ان اتجاهات المؤسسة الرئاسة حاليا انها بتدور على حلفاء وأصدقاء جدد. ابتدت تدور في الصين في الزيارات، هنجد طبعا زيارات السيد الرئيس واضحة وبنتائجها بتبتدي تتضح امورها. في تخطيط لزيارة الى روسيا، في بعض كمان مقابلة، وفي مقابلات هنا مع سفراء بعض الدول، زي ما احنا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل لغايه ما يبقى فعلا في حاجه قدامنا واضحه. بقى في بعض العلاقات المتناميه مع دول كانت في الفتره السابقه ما كانش في علاقات ذات قوه معها، زي العراق على سبيل المثال. ما كان حتى الدعم المصري للعراق ما كانش بالقدر الكافي. حتى ليبيا نفس الكلام، ليبيا كان في مشاكل وابتدينا نستوعب هذه المشاكل، بقى في دعم مالي حاليا. اذا احنا مؤسسة الرئاسة تبحث عن اصدقاء وحلفاء جدد لدعم الاقتصاد المصري. الشكل العام اللي احنا بنتكلم عنه على العلاقة ما بين مصر وإيران زي ما حضرتك تفضلت، وهل الوقت الحالي ملائم ام لا؟ احنا هو بالشكل ده كده يبقى الوقت ملائم جدا ولو حتى لإيران، يعني على حسب كلام حضرتك. انا هوضح لحضرتك عشان لو تسمح لي، بس هكمل بس نقطتين كمان وهنوصل للاستنتاج اللي حضرتك سألتني عليه في البداية. تمام. العالم ده كله كان بينظر دايما لمنطقة الشرق الأوسط، بالذات دول الغرب وأمريكا،
كلها بتنظر الشرق الاوسط بمنظور مصالح اسرائيل ومنظور اسرائيل، وان دايما اسرائيل يجب ان نضمن امنها ونضمن تفوقها الاقتصادي والعسكري. حتى يمكن في اخر زياره لاوباما من حوالي شهر لاسرائيل كان بيتعهد لاسرائيل بان تظل اسرائيل اقوى من جميع الدول العربيه مجتمعه عسكريا بالتاكيد. فاذا احنا عندنا منظور تاني الغرب بيبصوا لنا، وهو اهم نقطه فيه هو مثلث الضغط على منظومه العربيه المتواجده في الشرق الاوسط، اللي هم كانوا بيتخيل ان تركيا وايران واسرائيل. خرجت اسرائيل دلوقتي من المعادله انها اصبحت متفرج، واحنا بقينا عايشين في الفوضى الخلاقه، ودخلنا مصر في النص. بقت ده شكل غريب جدا جدا. بقت مصر احد عناصر الضغط على المنظومه العربيه وجميع الدول العربيه المتواجده في المنطقه التي ليس لها علاقات جيده مع الولايات المتحده الامريكيه. طيب هنروح لفاصل وبنستقبل كل ارائكم على التليفون 1700 وعلى الاس ام اس 91170. انت مع ولا ضد عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ وشايف العلاقات ديت المفروض تكون على أي شكل من الأشكال؟ انتم لسه مع نسرين عكاشة واشرف الزيات وكلام وسط البلد. رسالة بإمضاء المزعج. انت مش مزعج خالص والله، مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح. دي من الرسائل اللي جات لنا. الرسالة كمان بتقول: ما هي مصادر الدخل التي يمكن أن تقدمها العلاقات المصرية الإيرانية؟ سؤال أعتقد جميل جدا ويمكن نكون كاتبينه. وكيف يؤثر ذلك على الأمن القومي المصري والعلاقات الإقليمية؟ رسالة برضو بإمضاء أستاذ شحاتة بيقول: مع عودة العلاقات المصرية الإيرانية والتركية وبقوة كورقة ضغط على إسرائيل وأمريكا. كمان رسالة من الأستاذ محمد عبد السلام من بورسعيد بيقول: إذا كانت عودة العلاقات مع إيران بدعوى تحسين الاقتصاد وإنعاش السياحة فتبا لهذا الاقتصاد وتبا لهذه السياحة، وإذا كانت بدعوى توجه رئاسي فلا سمعا ولا طاعة لمن دعا بهذا. أنا قريت الرسالة تماما زي ما صاحبها بعتها. لسه بنكمل معاكم عن رأيكم مع ولا ضد، وشكل العلاقة تبقى إيه مع إيران، ما بين مصر وإيران. كلمونا على 1700 من أي تليفون محمول أو على الاس ام اس 91170. كنا بنكمل كلامنا معاك أستاذ مدحت عن الآثار السلبية بقى اللي ممكن تكون من عودة العلاقات ما بين مصر وإيران على اتنين دول الخليج، على سبيل المثال طبعا دول الخليج، وعلى العلاقة ما بين مصر وأمريكا. طيب هرجع بس للنقطة اللي ختمت بيها اللينك اللي فات، هي ان دايما امريكا والغرب كان بيعتمد على ان دول الشرق الاوسط وتحديدا الدول العربية بيتم استيعابها من خلال مثلث معين، او خلينا زي دول الطوق كده. كانت ايران وتركيا واسرائيل. ده كان الشكل التقليدي لعمليات الضغط والسياسي والاقتصادي وخلافه على المنطقة في مرحلة من المراحل. ما بعد تبني إيران بعد الثورة الإسلامية، وتحديدا تبني إيران للاستراتيجية النووية، ابتدت إيران تأخذ شكل عدائي أكثر. تركيا اقتصادها بينمو بقوة غير عادية، ويهمها طبعا أنها تنضم للسوق الأوروبية المشتركة، فبالتالي انتمائها، وهي طبعا عضو في حلف الأطلنطي، فهي انتمائها قوي جدا للغرب بقدر كبير. وكانت إسرائيل احنا عارفين طبعا كانت بتمثل أو عايزة تصل إلى مرحلة أنها الذراع الطويلة العسكرية والاستخباراتية للغرب داخل منطقة الشرق الأوسط. بعد ثورات الربيع العربي ابتدت إسرائيل بتقلص دورها بعد تفشي ظاهرة الفوضى الخلاقة للأسف في كثير من الدول العربية وفي دول الشرق الأوسط، وعمليات التقسيم اللي كانت بتستهدف بها دول، وابتدت بالسودان وخلافه، وفي اتجاهها ليبيا والعراق ومصر أحد الدول المستهدفة. فبالتالي وهي مستهدفة، لازم نكون واقعيين انها مستهدفة، انما احنا مش هنمكن حد انه يوصل للمرحلة دي، ولكن هي مستهدفة. ده الشكل العام. فابتدت إسرائيل تنسحب خالص، وسوريا نفس الكلام. وحتى الجيش القوي اللي كان موجود في سوريا واللي كان ممكن يمثل تهديد للكيان الإسرائيلي أو الصهيوني المتواجد في وسط الأرض العربية، فأصبح كمان يعني عايز أقول مخاطره بتقل للغاية. فبالتالي إسرائيل كان من الواجب أن ينحصر
دورها الذي تطلع به من عشرات السنين انها تنكمش في الاطار العربي، وتبتدي تحد من محاولاتها العدائيه سياسيا او عسكريا او اقتصاديا ضد هذه الدول، وتقف موقف المتفرج، لان هي الفوضى الخلاقه لوحدها كانت بتقوم بالواجب. التحلل بيكون داخلي نتيجه صراعات احزاب واتجاهات وتيارات وطوائف واعراق داخل هذه الدول من خلال سياسه الفوضى الخلاقه. فصدق او لا تصدق، اصبح الشكل بتاع المثلث ضغط على المنطقه العربيه في الوقت الحالي ايران، وهي دوله، شوف قد ايه يعني الدول الغربيه بتستغلها للضغط وبتستغلها كفزاعه، وتركيا ذات العلاقات القويه جدا مع دول الغرب، وفي نفس التوقيت لها توجهات اسلاميه بالذات في النظام الحاكم الموجود في تركيا حاليا، ومصر بعد ثورة الربيع العربي وترديها الاقتصادي وجماعات المصالح التي أصبحت تطفو على سطح المجتمع السياسي داخل مصر والصراعات الداخلية، أصبحت أحد المعاول الموجودة لتنفيذ سياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة بشكل غير مباشر. تمام؟ فده الشكل العام اللي أنا عايز أقول إن الثلاث دول دول أصبحوا هم مفاتيح سواء بإرادتهم أو بغير إرادتهم. طيب نيجي بقى للسؤال المباشر اللي حضرتك سألته لي بالنسبة للعلاقات المصرية الإيرانية. طيب دلوقتي احنا كمصر لو هنقيم، لو بفرض ان انا دلوقتي قلت لإيران احنا هنعيد العلاقات مرة أخرى اللي هي مقطوعة من سنة 1979 من بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، واحنا عايزين نعيد هذه العلاقات، سواء أنا اللي قلت أو إيران اللي قالت، ايه هي المكاسب اللي هتعود على إيران وايه الاضرار اللي هتعود على ايران، وبالشكل نفسه بنقول لمصر ايه هي المكاسب والمنافع اللي بتعود عليها. خلينا قبل ما ناخد المكاسب والمنافع خلينا ناخد الاول وبعد الفاصل الاثار السلبيه. تمام. الاول على دول الخليج وعلى علاقتنا، مثلا علاقه مصر مع دوله زي امريكا. ده جزء من نقاط القوه والضعف للعلاقات، اعاده العلاقات مره اخرى. تمام. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل. لسه معانا ومعاكم استاذ مدحت شريف، خبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه. موضوعنا معاكم النهارده، انت مع ولا ضد عوده العلاقات المصريه الايرانيه؟ شايف ان فيها منفعه لمصر ولا شايف ان فيها ضرر لمصر؟ بنستقبل كل آرائكم على 1700 من أي تليفون محمول، كمان على الاسم اس 91170. انتم لسه مع أشرف الزيات وبنسرين عكاشة وكلام وسط البلد. في ظل يعني أجواء اعتراض ممكن تكون مش من بعض الأطراف المصرية كمان، يعني احنا نسمع عن الشيخ الشهير الشيخ أحمد الأسير إمام مسجد بلال بن رباح في لبنان، حذر مصر، ومش مصر بس، حذر مصر والدول العربية من خطورة إيران، وقالوا من حقد إيران. كمان في إحدى مظاهرات الثورة السورية يوم 5 إبريل الحالي في مدينة حماة كانت مرفوعة لافتة شديدة القسوة، فعلا شديدة القسوة، اللي كتبها يعني كلام إلى حد كبير ممكن ما يكونش منطبق على الواقع، ولكن بيعبر عن اعتراض دولة زي أو ثورة زي الثورة السورية عن لعلاقة مصر مع إيران أو عودة علاقة مصر بإيران. اللافتة دي رفعها طفل سوري ما تجاوزش عمره 7 سنين، مكتوب عليها آية الله مرسي أنتم إخوان الإيرانيين ولستم إخوان المسلمين، في تعبير رافض لأي علاقة بين مصر وإيران، ورافض لأي دور إيراني مع أي دولة عربية. نرجع لأستاذ مدحت شريف، خبير الشؤون السياسية والاقتصادية، وفي ظل طبعا الأجواء دي كلها مش أجواء رفض مصرية بس أو تأييد مصرية، بنلاقي أجواء رفض كمان من دول عربية غير دول الخليج، ولكن أثر علاقة مصر مع إيران على علاقة مصر بدول الخليج وعلاقة مصر مع دولة زي أمريكا. وقبل ما تجاوب لنا، أنت حابب تلقي الضوء على تاريخ انقطاع العلاقات ما بين مصر وإيران طبعا؟ طيب هو سريعا، لأن أنا شايف إن الوقت بيجري إعلانات وأغاني وخلافه. سنة 79 كانت الثورة الإسلامية الإيرانية، وحصل بعد سنة 79 أن مصر ادت حق اللجوء للشاه الإيراني وأسرته، فده كان أحد الأسباب الرئيسية في أن الثورة الإسلامية الإيرانية وإيران تبتدي تقلص حجم علاقاتها مع مصر، ونبتدي في قطع العلاقات مع مصر، لأن يعني إيران اللي قطعت العلاقات مع مصر، ما كانتش مصر اللي قطعت العلاقات مع إيران.
وبعد كده ابتدت بعض مثلا الشوارع زي الشارع اللي اطلق عليه اسم القاتل الرئيس السادات خالد الاسلامبولي، وبعد كده ابتدى في شكل تاني من الاشكال تصدير الثورة الإسلامية ومبادئها وأفكارها لدول الخليج وبعض الدول، وقد حاولت انها تصدرها الى مصر بشكل او باخر. وفي المنطقة دي بالذات يجب ان احنا نذكر كفكر امن قومي ان ايران كانت بتقع في دايرة المحيط او دايرة الامن القومي المصري. احنا الامن القومي عموما ليه مفهوم، في امن دايره اسمها دايره الامن القومي، وفي دايره اسمها دايره الامن الحيوي، وهو ما ابعد شويه من الامن القومي. الامن القومي هو لاي دوله قد تقوم بتصرفات او بافعال قد تؤثر مباشره على الامن القومي لمصر على سبيل المثال. الشكل العام ان بقت دول الخليج هدف لايران انها تصدر من خلالها الثورات وتصدر الفكر الاسلامي، وتبتدي تعمل نوع من انواع التشيع لكثير من الشعوب الموجوده في المنطقه. بعد كده اصبح الموضوع ما هو الا ان في اتفاقيه سلام ما بين مصر واسرائيل، وان مصر اصبحت باتفاقيه السلام بتاعتها سمحت لكثير من الدول العربيه ان تكون علاقات مع اسرائيل، فده اصبح بند اضافي من بنود ومعوقات إعادة العلاقات الإيرانية المصرية من وجهة نظر إيران. أنا بختصر سريعا علشان نبتدي نفكر إحنا فين دلوقتي. طب دلوقتي مصر علشان تبتدي تقول طب أنا هرجع لإيران أو أنا هوافق على إن أعيد العلاقات مرة أخرى مع إيران، إيران هتكسب إيه من الموضوع ده؟ رقم واحد إنها هتكسر الحصار الاقتصادي اللي موجود عندها بشكل او باخر، طبعا مش بشكل كلي ولكن جزئي على الاقل، لان عندها حصار سياسي واقتصادي. ومصر كدوله برغم ضعفها الاقتصادي الحالي الا انها دوله محوريه ولها تاثير وثقافه وقوه ناعمه في كثير من الدول العربيه، برغم ان في تضارب كبير دلوقتي في الاتجاهات الانظمه الحاكمه في الدول العربيه والدول الخليجيه، وكثير منها بيبقى ضد مصر في الوقت الحالي. ان برضو ايران بتفكر انها عندها فرصه انها تصدر فكر الثورة الإسلامية، خاصة أن الدول الثلاثة اللي قامت فيها ثورات الربيع العربي، تونس وليبيا ومصر، أصبح هناك تسيد قوي للتيارات الإسلامية على الصعيد السياسي في هذه الدول، فهي عايزة تصدر نفس الفكر بتاع الثورة الإسلامية هناك، وقالت إن إحنا مستعدين حتى في كثير من تصريحات الساسة بتوع وقادتها إنهم يدعموه. إيران في نفس الوقت بتفكر إن كانت مصر أحد صمامات الأمان لإسرائيل، برغم انها دوله ملاصقه لاسرائيل مباشره، انها كانت صمام من صمامات الامان لاسرائيل في ظل النظام السابق بالظبط كده، وكانت بتضغط على حماس وبتساعد اسرائيل في الضغط على حماس وخلافه. فده بالتالي كان نوع من صمامات الامان اللي اسرائيل مطمنه لها. فهي شايفه ان تواجد النظام الاسلامي حاليا وعلاقته بحماس داخل غزه وتغلغل ايران داخل منظمة حماس ومع حزب الله وفي سوريا وفي كثير من الدول العربية والإفريقية، ده انها بتدعم جماعات على حساب جماعات لصالح يعني نشر الفكر المناوئ لاتفاقيات السلام ضد إسرائيل. ده من وجهة نظرها هيبقى نقطة قوة تانية في إعادة العلاقات المصرية الإيرانية. تمام. من الرسائل اللي موجودة عندنا رسالة بتقول بصفة عامة السياسة المصرية تجاه إقامة الأجانب فيها تعتبر سياسة صحيحة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية. السؤال بقى هنا اللي بيسأله صاحب الرسالة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الانفتاح المطلوب لتنشيط السياحة بما في ذلك السياحة الإيرانية وأمن مصر القومي؟ ده سؤال برضه أستاذ مدحت هيجاوب عليه. رسالة كمان بتقول: أنا مع عودة العلاقات فهي ورقة ضغط على الغرب وأولهم أمريكا. الأستاذ باسم بيقول: هو أي حد يقول ينفع ولا ما ينفعش، وبطلوا فواصل في المواضيع المهمة. حاضر. سياسة يعني. رسالة كمان بتقول: نقرر ازاي قبل ما نسمع وجهات نظر المؤيدين والمعارضين ونشوف هنقتنع بمين. كمان رسالة بتقول: انا مع عودة العلاقة مع ايران. رسالة برضو بتقول: الفاطميين او بين قوسين الشيعة حكموا مصر فوق 200 سنة وفضل الشعب المصري زي ما هو. انا مع عودة العلاقات الايرانية المصرية. ده الاستاذ علاء ياسين. رسالة بإمضاء أستاذ حسام شاكر المستشار السياحي لمجلس التعاون المصري الإيراني، بيقول: طبعا مع عودة العلاقات مع إيران وعلى الأقل النشاط السياحي. نحن نعاني من نضوب الأسواق السياحية الاعتيادية في أوروبا ولابد من البحث عن أسواق أخرى، إلى جانب أن السوق الإيراني واعد جدا.
نكمل مع استاذ مدحت. معلش عشان الرسائل بس. اهم رساله انا شفتها هنا بتجري. بصراحه، بلاش الفواصل بلاش الكتيره دي علشان علشان الفصل اللي انا عملته ده. اهم رساله بصراحه. طيب احنا اخر نقطه بقى، واللي دي تهمنا جدا في المرحله الاخيره، اللي برضو من اسباب توتر العلاقات الايرانيه المصريه، كان الدبلوماسي الايراني الذي تم طرده في 2011 بتهمه التجسس من مصر، اللي ركب على نفس الطياره اللي طلع من وفد الشعبي المصري اللي كان رايح لايران عشان يتكلم بعد الثوره ما بعد في 2011. تمام. وكان الشخص ده تهم بقضيه تجسس، وتم طرده من يعني لان ما فيش سفاره لمصر، اللي ما فيش سفاره الايراني هنا، في مكتب رعايه مصالح، وسفاره سويسرا هي اللي متبنيه رعايه المصالح الايرانيه في مصر. فده برضو كان نقطة ضعف كبيرة في العلاقات، وخصوصا ان عملية الطرد كانت مباشرة بعد الثورة بوقت ضيق، شهر 5 اعتقد 2011. تمام. طيب دلوقتي مصر علشان تعيد العلاقات مع ايران، نقاط الضعف نتكلم زي ما حضرتك قلت، هبتدي بنقاط الضعف الاول، وده يهمنا ان احنا نقول ايه اللي هنخسره الاول. انا لازم اكون حاطط في اعتباراتي ان اغلب دول الخليج وبالذات دوله الامارات على سبيل المثال، اللي هي ايران محتله 3 جزر منها، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، محتلاهم حتى الان، ومش ما عندهاش اي استعداد للتفاوض عليهم. ان ليها نشاط برضو زي البحرين، نفس الكلام، ليها نشاط وبتقوي الجاليه الشيعيه هناك بثورات داخليه وخلافه. يعني هي محتله 3 جزر، طنب الكبرى طنب الصغرى وابو موسى بالظبط. فدي كده ناحيه توسعيه مثلا نقدر نقول. يعني هي دوله بالتاكيد كل تفكيرها نشر الثوره الاسلاميه وعايزه محاوله سياده. حتى الخليج العربي هي بتسميه الخليج الفارسي، وبتصر على هذا حتى الان. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان هم بعدهم هو بعد الشعب الايراني المتعصب جدا للفكر الشيعي. يعني لا انا هقول لحضرتك بالنسبه للايديولوجيه بتاعتهم هو شعب عقائدي جدا ومؤمن بعقيدته بدرجه غير عاديه. عايز اقول لحضرتك ان في الحرب الايرانيه العراقيه كان القوات الإيرانية أما بتهاجم على القوات العراقية كانت بتهاجم على 7 موجات. ال6 موجات الأولى هي موجات ثانوية، الموجة الرئيسية هي 7 موجة. يعني ال6 الأولين كانوا بيموتوا كلهم وشباب صغيرين ومعلقين لهم مفتاح في صدرهم ويقولوا لهم ده مفتاح الجنة. ده مفتاح الجنة. شوف قد إيه كان العقيدة عندهم مؤثرة على فكرهم وعلى اتجاهاتهم حتى في حروبهم. تمام. هنخرج لفاصل علشان نشرة الأخبار ونرجع معاكم وعن العلاقات المصرية الإيرانية. انتم مع ولا ضد؟ شكل العلاقات دي هيبقى شكله ايه؟ معلش هنخرج لفاصل يا أستاذ مدحت عشان نشرة الأخبار بس. وهنرجع مرة تانية معاكم معانا أستاذ مدحت شريف خبير الشؤون السياسية والاقتصادية. بنستقبل كل رسائلكم على SMS 91170 أو على تليفون 1700. انتم لسه مع أشرف الزيات وبنسرين عكاشة وكلام وسط البلد. أستاذ وائل قنديل كتب يوم الجمعة يوم 5 إبريل يوم الجمعة مقال بعنوان حرام على إيران حلال على الصهاينة. محتوى المقال جميل جدا، يا ريت كلنا نقراه. كمان محتوى المقال متفق على عودة ومؤيد لعودة العلاقات طبعا ما بين مصر وإيران. على الجانب الثاني برضو كتب الأستاذ محمود سلطان رئيس التنفيذي لجريدة المصريون رأيه كاملا في مسألة عودة العلاقات ما بين مصر وإيران، وخلاصة الرأي إن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. معانا ومعاكم لسه أستاذ مدحت شريف الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية. أستاذ مدحت، هل يعقل إني هنتكلم عن أضرار ممكن ترجع على علاقات مصر بدول الخليج لو عادت العلاقات ما بين مصر وإيران، في حين ان احنا بنلاقي ان دول الخليج ليها تعامل مع إيران حجم تبادل تجاري وصل ل 30 مليار دولار؟ انا هرد بالنص الثاني من سؤال حضرتك، ان حجم التعامل ان في هناك علاقات دبلوماسية ما بين دول الخليج وإيران، وان في حجم تعامل بيوصل ل 30 مليار. الدكتور حسن نفع نفسه سافر على طيران الإمارات وراح إيران في إحدى الندوات. ده ما فيش فيه مشكلة خالص. في طبيعة غريبة شوية التركيبة السكانية داخل دول الخليج. أولا هي لا تستطيع أن تستغنى عن إيران في إطار التعاون الاقتصادي،
والتعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، لان دول الخليج بتستورد اغلب احتياجاتها من المواد الغذائيه وخلافه من دول اخرى، فايران اقرب دوله ليها فمكاسبها اكبر، بالاضافه ان في جاليه شيعيه كبيره جدا ومن اصول ايرانيه في دول الخليج، وامتداداتهم الاسريه والعائليه داخل ايران نفسها، وجميعهم يحملون الجنسيه، والبعض منهم من كبار التجار في هذه الدول. تمام. فمش مش هتقدر تقطع علاقتها الاقتصاديه مع ايران، ولا ايران تقدر تقطع علاقتها الاقتصاديه معهم، بل بالعكس هو نوع من الامان، لان دول الخليج بتضمن ان ايران مش هتحاول انها تتوتر علاقتها مع دول الخليج وتدخل معها في صراع عسكري نتيجه وجود قوه اقتصاديه حاكمة لهذه العلاقات، وعلاقات اقتصادية قوية جدا قد تسبب الضرر البين لأي من الطرفين في حالة انقطاع هذه العلاقات التجارية. فلازم نحط ده في اعتباراتنا، وإذا كان ده المبدأ العام فيبقى من المنطقي كمان كانت مصر ما تمضيش معاهدة سلام مع إسرائيل. يعني إذا كنت احنا بنقول إسرائيل بتعمل على إثارة قلاقل داخل مصر وجسر الاستخبارات الإسرائيلية كل شوية بنقبض على جاسوس ليها جوه مصر، ففي النهاية ولكن في النهاية في علاقات موجودة بين الدولتين. يعني القاعدة العامة في هذا الأمر مش قاعدة محرمة لإقامة العلاقات، بل بالعكس ده إجراءات طبيعية بتؤمن كلا الطرفين إن الطرف الآخر بيعمل على استمرار هذه العلاقة. تمام. طيب احنا قلنا إن احنا كمصر هنخسر علاقات كتيرة جدا مع دول الخليج، ولكن برضو نحط في اعتباراتنا حاجة، هنخسرها بشكل نهائي ولا بشكل ممكن يكون وقتي؟ هوضح لحضرتك. احنا حاليا فعليا لو هنبص من وجهة نظر مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين والسيد الرئيس اللي بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فهو فعليا هو خسران هذه العلاقات. مفيش أي دعم اقتصادي من هذه الدول، مفيش غير دولة قطر، ودولة قطر بتحاول تلعب دور أكبر من حجمها بحجم الفوائد المالية اللي موجودة عندها، بتحاول تعمل نوع من الانتشار والتسيد على كثير من دول المنطقة. فبالتالي هو كده او كده يعني بس برضو دولة قطر يعني زي ما بيجي لنا رسائل كتير يعني تشكر على الدور ده، يعني علامة استفهام بس على دور أكبر من حجمها مش أكتر يعني. لا أنا مقتنع تماما إنه هي بتلعب بدور أكبر من حجمها، وهي دولة أنا بقول لحضرتك ده رأيي الشخصي، هي بتلعب دور أكبر من حجمها، وده بدعم من دول غربية كتير عندها فوائد مالية بتحاول إنها تتغلغل في كثير من الدول العربية، وبتنصر جماعات على حس على جماعات أخرى، وده نفس الدول التانية بتلعب نفس اللعبة في دول الثورات الربيع العربي. هل دولة قطر هي اللي جابت الرئيس محمد مرسي؟ هل دولة قطر هي اللي جابت الحكام بتوع تونس؟ هل دولة قطر هي اللي جابت؟ الشعب هو اللي جاب. دولة قطر ما بتجيبش حاجة. لحظة واحدة بس أوضح لحضرتك، دولة قطر ما بتجيبش حاجة، دولة قطر بتدعم ماليا جماعات واحزاب سياسيه معينه، والدعم المالي ما عارفين انه ده اساس فاصل في الدول المتاخره اقتصاديا وحالتها متاخره اقتصاديا، وان قائمه محدود الدخل واسعه الى حد كبير جدا، فالدعم المالي له تاثير على نجاح الفئات. هل ثبت دعم مالي؟ انا ما قلتش دلوقتي، لحظه واحده بس عشان حضرتك ما تخلطش الامور. طيب انا ما قلتش لغايه دلوقتي هي دعمت مين او ما دعمتش مين، انا بقول ان عندها فوائد ماليه كبيره بتدعم بيها، بتحاول تلعب دور اكبر من حجمها في كثير من الدول الثورات العربيه او ثورات الربيع العربي، وبتدعم جماعات على حساب جماعات. وما قبل هذا من المعلوم انها كانت بتدعم جماعات على حساب جماعات في اثناء فتره الثورات نفسها، وبتدعم الثورات بشكل واضح ومعلن. يعني هي بتدعم على سبيل المثال الثورات في سوريا، بتدعم لحد كبير جدا الثورات في اماكن اخرى بدون مش هنخش في تفاصيل. وقطر بتدعم ومصر بتدعم سياسيا يعني لا سياسيا خلاف ماليا. امريكا بتدعم ماليا انا عايز اقول كده بوضوح ان في النهايه هي حجمها صغير جدا وبتلعب حجم اكبر من حجمها بكتير بالفوائد الماليه اللي موجوده عندها. ما علينا ده تصنيف واضح على مستوى العالم كلنا عارفينه. كون بقى هي تشكر او لا تشكر دي قصه فرعيه ما بنتكلمش عليها، احنا بنحلل سياسيا. طيب هنخرج فاصل اعلاني. طب بس اخر نقطه بعد اذن حضرتك، ده الجزء الخاص بالدول الخليج وشكلها العقاب من وجهه نظر النظام الحاكم حاليا، ان يقول طب ما انا في جميع الاحوال شبه خسران، العلاقات اللي بيني وبينهم متوتره وما بيدعمونيش اقتصاديا. يبقى انا ورقه ضغط على هذه الدول ان انا انمي علاقاتي مع ايران، يا اما تلحقوني اقتصاديا وتريدوا تدعموني اقتصاديا. فدي ورقه من اوراق الضغط زي ما قلت، اعداء اليوم اصدقاء الغد والعكس صحيح. تمام. هنخرج لفاصل ونرجع بعد الفاصل. لسه بنستقبل كل ارائكم على 1700 من اي تليفون محمول، كمان على اس ام اس 91170.
ومكملين معاكم وكلام وسط البلد على راديو مصر. لسه بنكمل كلامنا معاكم ومع الاستاذ مدحت شريف الخبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه، والاستاذ حسام بتاع بيقول لي سيب الراجل يتكلم. حاضر يا استاذ حسام، هسيب الراجل يتكلم، ماشي. عايزين نكمل معاك استاذ مدحت عن الفوائد الاقتصاديه اللي ممكن تعود على مصر من علاقتها مع ايران وعوده علاقتها مع ايران. هكمل بس الجزء الخاص بنقاط الضعف وهنقول نقاط القوه بعدين. قدامنا بعد دقيقتين اذن حضرتك عشان الاستاذ حسام بيزعل. طيب. طيب حاضر. احنا قلنا في البدايه ان هو توتر العلاقات ما بين مصر واغلب دول الخليج بصفه عامه، وقلت ان ممكن جدا النظام الحاكم بيكون حاطط في اعتباراته ان دي ورقه ضغط على هذه الدول التي لم تقدم اي دعم اقتصادي يذكر او ذو قيمه منذ تولي الرئيس محمد مرسي للسلطه. الجزء الثاني ان انت عندك توتر المفروض هيحصل منك من الولايات المتحده الامريكيه اللي هي حاطه شكل من اشكال العقوبات الاقتصاديه الدوليه وتتبناه وتتبنى هذا الشكل من الضغط على ايران. فبالتالي انت كمصر اما تبتدي تعمل علاقات وانت دوله اقليميه برغم ضعفك الاقتصادي انما دوله محوريه وذات قيمه كبيره في المنطقه، فده بالتالي بيعمل نوع من كسر لهذا العزل. برضه ابص بقى من وجهه نظر النظام الحاكم، وليه ما يكونش ده شكل من الاشكال اللي نقدر نقول عليه حمامة سلام او موصل جيد ما بين ايران وبين امريكا ليحصل نوع من التوائم في المطالب الامريكيه خاصه بموضوعات الطاقه النوويه ومشروعات الطاقه النوويه الايرانيه زي ما حصل مع حماس. كان لاعب تتدخل تركيا مثلا بالظبط. لاعب النظام الحاكم او رئاسه في مصر، مؤسسه الرئاسيه في مصر لعبت دورا معين ادى الى اتفاق سلام ما بين حماس واسرائيل. فمن الواضح ان ممكن جدا يكون ده احد الاوراق التي يستطيع ان تلعب بها مؤسسه الرئاسه المصريه في محاوله للوصول الى نوع من التوافق ما بين فكر الولايات المتحده الامريكيه والغرب مع ايران. فدي نقطه قوه تانية. يعني اذا بيديني شكل من استعاده الدور المحوري مره اخرى لمصر في منطقه الشرق الاوسط. قد يكون ده ورقه ايجابيه، يعني لازم نقول ان الايجابي والسلبي. انا اقول قد يكون، انا ما اعرفش هل ده فعلا في خطه الرئاسه المصريه ولا ده مش موجود. خطتها للسياسه الخارجيه، خطتها في السياسه الخارجيه والعلاقات الدوليه الاقليميه تحديدا ومدى تاثرها بالعلاقات الامريكيه والغربيه. تمام. هنكمل بعد موجز الاخبار مع الاستاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والاقتصاديه. انتم لسه مع اشرف الزيات وبنسرين عكاشة وكلام وسط البلد